وخدت منه ال 200 جنيه؟ امال ايه يا ابني؟ يا ابني انا فهلاوي يا ابني، الفهلاوه دي هي اللي مطلوبه في الزمان ده، تقدر تسلك باي طريقه يا معلم. طب الساعه كام دلوقتي؟ الساعه؟ انا معيش ساعه، انت معاك ساعه؟ لا والله. بس لعلمك انا ممكن اعرف لك الساعه كام من غير ما يكون معايا ساعه. ازاي بقى يا فهلاوي؟ هتبص للقمر وتعرف لي الساعه كام؟ قمر؟ الطريقه بتاعتك دي اللي مخلاك طول عمرك متاخر يا ابني. الفهلاوه دي بتخليك تفكر بطريقه سريعه وتتصرف في اسرع وقت. بص دي. ايه يا عم الحكم، حد يصفر الساعة 3 الفجر؟ الساعه دلوقتي 3 الفجر. 3 و10. وريني كده. 3 و10. عايز حاجه تاني؟ لا ربنا يخليك. الفهلاوه. تعالى تعالى. I supposed to receive my apartment from the 3 months ago. Yes, yes. It's not my problem, it's problem of the company. Yes. I need my apartment. Yes. Are you understand me? Yes. Yes. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت والله يا حضرتك انا كنت مقدم مناقصه يعني، فكنت عايز اعرف الاخبار ايه، يعني هل رسيت عليا ولا ما رسيتش ولا ايه؟ بقول لك ايه يا استاذ، بتعرف انجليزي؟ يس. يس. طب يا ريت بقى تشوف الست دي بتقول ايه عشان مش فاهم منها اي حاجه من الصبح. لا قوي عينيا. انجليزي. ها. I supposed to receive my apartment from the 3 months ago. يس. And it's not my problem. Yes. It's problem of the company. يس. طبعا طبعا. I need my apartment. يس يس. بتقول لك يا عم يعني مش معقوله، بقى لها كام شهر قاعده هنا اهو دلوقتي في مصر، لا حد وداها الهرم ولا وداها ابو الهول ولا ركبها حنطور ولا ست، يعني متأذيه يعني. يا سلام. كل ده وعايزه تروح الهرم. بسيطه. أؤمر يا فندم. بص يا كراميل، عايزك بقى تاخد الوليه دي وتفسحها في الهرم، ها، وتشقلبها بقى مع الحصانه والجمال والحاجات دي، انت فاهم بقى. عيني عيني. I supposed to receive my apartment from the 3 months ago. يس بيراميدز. يس. And it's not my problem. It's problem of the company. جمل يلا يلا نروح جمل، بيراميدز وجمل وحاجات يلا. I wanna. اي خدمه يعني حضرتك. اشكرك والله يا استاذ، يا ده انت انقذتني. الواحد يا اخي نسي الانجليزي ده من زمان. لا حضرتك اي لغات انا تحت امرك، انجليزي فرنساوي ايطالياني ياباني، بس يعني مش كتير يعني، عربيات بس يعني. يا بسم الله ما شاء الله، كل اللغات دي. شغال في المقاولات معاك كل اللغات دي يا راجل، ده اي شركه هي اللي تتمنى تشتغل معاك. لا حضرتك يعني اصلا انا مش بحب الوظيفه. ليه؟ لانها هتشغلني، انا بحب دايما الاعمال الحره يعني. برافو عليك. حضرتك بالنسبه للمناقصه بقى اللي انا بقدمها، اخبارها ايه؟ وعناية ليك طبعا يعني، حضرتك عارف يعني. ها بالنسبه للمناقصه بتاعتك، بص بقى المناقصه اللي انت مقدم عليها عاليه قوي يا استاذ. بص بقى عندك مثلا شركه البرنس، عارفها؟ طبعا. الشركه دي مقدمه حوالي 900,000 جنيه، يعني 400,000 خامات و400,000 عمال و100,000 مكسب واكراميات. وعندك بقى شركه الشبح المشهوره دي مقدمه المناقصه بحوالي 700,000 جنيه، يعني 300,000 خامات و300,000 عمال و100,000 مكسب واكراميات. لكن انت بقى مقدم مناقصه عاليه قوي، حوالي يا سيدي 2,700,000 جنيه. ايوه يا استاذ، ما متبرره برضو. 2,700,000 مليون مكسب ومليون اكراميه و700، نجيب الراجل ابو 700 ده يعمل لنا بقى الموضوع كله. يا سلام عليك، ده انت المدير. ما احنا فهلويه برضو زيكم يا مصريين. اطلع في هيدا الصوره، هيدا الكوبري مكلفنا 60 مليون جنيه مصري، 40 مليون تكلفته الاصليه و20 مليون اكراميه. يا سلام. ابتديتوا تتنصحوا يعني، بس برضو الوضع مختلف. حضرتك احنا عندنا مشاريع ضخمه نفخر بيها جميعا. بص كده اهو في الشباك، شايف الكوبري اللي ورا الشباك ده؟ ماني شايف اي شيء. الكوبري اللي حضرتك مش شايفه ده مكلفنا 100 مليون جنيه، كلهم اكراميه.